اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل عليكم او مساء الخير عليكم، حسب بقى ما هتشوفوا ايه الفيديو. انا هنا بقى هعمل صينيه كيكه حلوه كده، ان شاء الله هتعجبكم باذن الله لما تجربوها. هنا بقى معايا 3 كوبايات دقيق ابيض وكوبايه ونص دقيق ذره. دقيق الذره ده ايه؟ دقيق ذره اصفر كده. انا دخلت الدقيق الابيض الاول وبعد كده نزلت عليه بالدقيق الذره، عشان دقيق الذره مش هيتنخل عشان خشن طبعا. وعليهم ذرة ملح كده، وكيس بيكنج باودر كامل، وهنزل عليهم برضو كده بنص معلقة كربوناتو كده يعني، او ربع. بصوا يعني المعلقة دي كبيرة قوي فانا واخدة ربعها. هنقوله معلقة الاكل كده يعني، لو اصغر من دي نص معلقة. هقلب بقى دول كل ده كده مع بعضه كويس. المواد الجافة كده 3 كوبايات دقيق ابيض وكوباية ونص دقيق ذرة وكيس بيكنج باودر كامل ورشة ملح ونص معلقة كربوناتو. خلاص بقى قلبنا ده كده حلو. هنركنهم بقى دول كده مع بعض. معايا هنا كوبايه سكر ونص كوبايه زيت وكوبايه عصير برتقال وكوبايه الا ربع لبن واتنين بيضه وبس. على كده انا هنزل بقى بالعصير البرتقال في الخلاط كله، سهله ومش هتاخد معاكم وقت. وهنزل باللبن والسكر، وهنزل برضو بالبيض كده. هضربهم بس ضربة يعني، هضربهم كويس كده وبعد كده هنزل عليهم بالزيت. هضربهم بقى كلهم حلو قوي وبعد كده نرجع مع بعض. يا حبيبي انا ضربت بقى المكونات بتاعتنا كلها وحطيت نص كوبايه الزيت كمان وضربتها، بس ضربت السكر الاول مع الحاجات كلها وبعد كده حطيت نص كوبايه الزيت. يعني ضربتهم ضربتين 3 كده الاول وبعد كده حطيت نص كوبايه الزيت. انا بقى خلاص هحط بقى كل المكونات السايله كده على المكونات الجافه، وهضربهم بقى كده هقلبهم في بعض كده. بصوا كده اقلب بقى اتجاه واحد كده. وهنا بصوا عندي حبه بشر برتقال، حبه صغيرين كده، حبه خل. هقلب بقى كله كده في بعضه اتجاه واحد كده. طبعا هي لو احتاجت مني حبه ميه تاني هحط لها. اهم حاجه ان انا اقلب اتجاه واحد كده. بصوا هي كده تقيله، هتعوز حبه ميه معايا كمان. اجيب حبه ميه وارجع لكم. اهو جبت بقى حبه ميه مكان الخلاط كده، وهزود بقى شويه شويه. انا حطيت كوبايه ميه كمان وهاخد منها واقول لكم برده حطيت قد ايه. بصوا سهله وما بتاخدش وقت. اظبط بس القوام بتاعها كده. وصلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حاجه حلوه كده وسهله وموفره، خلي بالكم يعني مش مكلفه يعني الكلفه الجامده يعني. احنا جبناها من بره، طبعا هنجيبها اغلى من كده بكتير. خلاص بقى بصوا ده القوام اللي انا عايزاه. بصوا هشوف لكم برده خدت ميه قد ايه. بصوا يعني هي اخدت نص كوبايه ميه، يعني كده المفروض ان هي اخدت معانا كوبايه عصير برتقال وكوبايه الا ربع لبن. نقولوا خدت كوبايتين وحبه كده، كوبايتين وربع. نقول لكم خدت كوبايتين وربع عشان تبقى مظبوطه معاكم بنفس القوام كده. انا هنا بقى معايا صينيه دهناها، بخدمتها بالزيت الاول كده ودهنتها دقيق. هنزل بقى كده
هنزل بقى ايه بكل المكونات بتاعتنا دي كده في الصينيه كده. في سهوله بقى اكتر من كده، في ثواني وما بتاخدش اي وقت. هنزل بس اللي في الطبق ده كله كده. هنزل بقى انا كده اللي في البوله دي. بصوا بقى صينيه الكيكه اهي تحفه جدا وهتعجبكم ان شاء الله. انا بقى مولعه الفرن على درجه حراره 180. لو مفيش درجه حراره الوسط، يعني خليها وسط، ولا اعلى ولا اوطى حاجه، وسط كده. هحطها على الرف اللي في النص تستوي ونرجع مع بعض. خلاص بقى طلعت الكيكه استوت. بصوا هي لسه سخنه، يعني سبتها دي حاجه بسيطه كده. هنقطعها بقى بسم الله. دي اول قطعه بس اللي بتعكسنا كده واحنا بنقطعها، وبعد كده ايه خلاص. بصوا الجمال بقى، شايفين؟ طبعا الصينيه دي كبيره، انتوا لو عايزين ارتفاعها اعلى من كده كمان هتصغروا ايه الصينيه. يعني انتوا لو عايزينها ارتفاع اعلى من كده صغروا ايه الصينيه. بصوا الجمال بقى، هشه وتحفه جدا. هي لسه خلي بالكم ما بردتش على الاخر، يعني هي لسه سخنه. كل ما بتبرد بتبقى احسن طبعا. بصوا الجمال، هشه وتحفه جدا ومقاديرها حلوه جدا، هتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها. بصوا بقى هشه ومش مكتومه ولا اي حاجه، هتعجبكم. مقاديرها سهله وبسيطه، مع كوبايه شاي بقى، مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه لبن، تحفه جدا هتعجب ولادكم. والله طعمها زي العسل، وكل ما بتقعد بتبقى احلى، يعني هي كل ما بتبرد بتبقى احلى. بس دي كانت الوصفه بتاعتي النهارده، ان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. بس ما تنسوش بقى بالاشتراك اللي مش مشترك لو عجبكم الفيديو، واللايك بقى والشير. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.